الوداع يا سيدي. فيلمنا النهارده بيبدأ بمجموعة كبيرة من الحيوانات في غابة اسمها أرض العزة، وبيبقوا كلهم متجمعين وبيحتفلوا بميلاد الأسد سيمبا ابن ملك الغابة مفاسا. ساعتها بيظهر القرد الحكيم رفيقي وبيقدموا الحيوانات اللي بتنحني كلها ليه، وبيظهر بعدها الأسد سكار عمي سيمبا، وبيكون متضايق جدا وبيدخل عليه طائر الملك اللي اسمه زازو علشان يبلغوا إن الملك مفاسا جاي له لأن سكار ميبقاش حاضر الاحتفال، إنه لازم يبقى عنده عذر قوي يقولوا للملك وقتها. فبيدخل مفاسا على سكار وبيسأله ليه ما حضرتش الاحتفال، فبيرد عليه سكار ببرود وبيقول له انه نسي انه ما كانش فاكر ان الاحتفال هيبقى النهارده. بيتضايق مفاسا من رده وبيقول له ان الشبل ده هيبقى الملك المستقبلي لارض العزه. وبعدها بنشوف سيمبا وهو بيصحي باباه ومامته وبياخدوا باباه على اعلى منطقه في المملكه، وبيبدا يشرح له ابعاد المملكه وان كل مكان شايفينه قدامهم بتطلع فيه الشمس ده مملكتهم، وان في يوم من الايام هيبقى ملك للمنطقه دي كلها. فبيسال سيمبا عن المكان المظلم اللي ورا الحدود بتاع المملكه، فبيحذره مفاسا وبيقول له ان ده مكان خطر جدا وانه المكان الوحيد اللي ما ينفعش يروح ابدا، وانه ما ينفعش حتى يغامر ويقرب منه. وبيتمشوا مع بعض في المملكة وبيقول له مفاسا إن الملك الحقيقي لازم يحترم كل الحيوانات من أول النملة الصغيرة لحد أكبر وأضخم حيوان. وبعدها بيدخل زازو عليهم علشان يدي التقرير الصباحي للملك مفاسا، وبيطلب منه الملك إنه يلف بضهره بس عشان يعلم سيمبا إزاي ينقض عليه. فبيقع زازو وبيضحك الملك وبيظهر لهم حيوان من تحت الأرض وبيقول للملك إن ضباع ظهرت، فبيأمر مفاسا زازو إنه يروح سيمبا للبيت، لكن سيمبا بيكون عاوز يروح معاهم، لكن مفسد بيرفض وبيزعل سيمبا جدا. لكن زازو بيقول له إنه في يوم من الأيام هيبقى ملك وساعتها يقدر يحارب الضباع بنفسه. بيروح بعدها سيمبا لعمه سكار وبيقول له إنه هيبقى هو الملك من بعد والده مفاسا، وإن والده هو وراه المملكة كلها. فبيرد عليه وبيقول له أكيد مفاسا ما وراكش الأرض اللي في حدود الشمالية للمملكة. فبيقول له سيمبا إن المكان ده باباه حذره منه جدا جدا، وإنه قال له ما تروحش هناك خالص. بيرد عليه سكار وبيقول له إن الأسود الشجعان بس هم اللي يقدروا يروحوا هناك علشان هناك في مقبرة للأفيال، وبيطلب منه سكار إن محدش يعرف السر ده أبدا. فبيروح بعدها سيمبا لمامته وهي قاعدة مع صاحبتها وبيطلب منها إنه ياخد نالا صاحبته معاه، وبيطلعوا يلعبوا فوق. فبتوافق مامته لكن بشرط إن هم ياخدوه معاهم. وفي الطريق بتقول سيمبا إنهم رايحين مقبرة الأفيال وإنهم لازم يتخلصوا من زازو الأول، وبيفضلوا يلعبوا ويغنوا مع الحيوانات لحد ما بيبقى في وحيد القرن بينزل على زازو، فبيسيبه وبيمشي بسرعة وبيروحوا لمقبرة الأفيال. لكن زازو بيرجع ويقول لهم إن كده غلط وخطر جدا. بيرد عليه سيمبا وبيقول له إنه أصلا بيحب المخاطر. وفجأة بتظهر الضباع وبيكونوا عاوزين ياكلوهم، لكن بيهرب سيمبا ونالا وبيمسكوا الضباع زازو بيكونوا ناويين يطبخوهم، لكن زادو بيهرب منهم ويبتدي الضباع إنها تطارد سيمبا ونالا. وفجأة بيظهر مفاسا الوقت المناسب بيقدر ينقذهم، وبيأمر الضباع إنها ما تقربش من ابنه مرة تانية، وبيأمر الطائر إنه يروح نالا للبيت. وبيواجه سيمبا وبيقول له إنه خيب ظنه فيه وإنه عرض نفسه للخطر وإنه كمان عصى أوامره. فبيرد عليه سيمبا وبيقول له إنه كان بيحاول يبقى شجاع زيه. فيرد عليه باباه وبيقول له إنه عشان يبقى شجاع لازم يبقى شجاع لكن في الوقت المناسب. وبيطلب من سيمبا إنه يبص للنجوم، بيقول إن كل الملوك بيبصوا علينا من خلال النجوم دي، وإنه لازم يفضل واثق إنهم دايما يرشدوه للطريق الصح. وبيظهر بعدها سكار وبيروح للضباع وبيديهم لحمة هدية وبيطلب منهم انهم يخلصوا على مفاسا عشان يبقى هو ملك الغابة، وساعتها هيطلعهم من الجحور اللي هم عايشين فيها بسببه. وفعلا بيبدأوا في تنفيذ خطتهم. وبيروح سكار لسيمبا وبياخدوا المكان فاضي، وبيطلب سكار من سيمبا انه يستناه في المكان ده عشان هو محضر له مفاجأة كبيرة. وبعدها بيظهر له الضباع علشان يهاجموا عليه، وبيظهر الضباع فجأة بيظهر قطيع الحيوانات وهما بيجروا بسرعة، وبيحاول سيمبا انه يجري عشان يهرب. بيروح سكار بسرعة الموفى وبيقول له ان ابنه في خطر وانه في المكان اللي فيه، فبيجري مفاسا بسرعة عشان يساعد ابنه. وبينجح مفاسا فعلا في انقاذ سيمبا لكنه ما بيعرفش ينقذ نفسه. بيطلب من اخوه سكار انه يساعده، لكن سكار بيغدر بيه وبيرميه فوق المنحدر اللي بيجري فيه القطيع، وبيموت مفاسا. وبيروح سيمبا وهو مش مصدق انه خلاص مات وبيحاول يقومه، لكنه في الاخر بيكتشف ان باباه مات. وبيروح لسكار وبيفضل يأنبه ان هو السبب في موت والده، وبيقول له سكار انه لازم يهرب وما يرجعش ارض العزة من تاني. فبيجري سيمبا بعيد وبيظهر بعدها الضباع من تاني وبيطلب منهم سكار ان هم يقتلوه. يفضل سيمبا يجري وبيحاول يهرب منهم لحد ما بيشوفوه الضباع وهو بيقع من على جبل، بيفتكروه مات لكنه بيبقى لسه عايش ومستخبي منهم. يفضل سيمبا يجري ويهرب بعيد قوي. بنرجع بعدها لسكار اللي اعلن نفسه ملك للغابة وان العهد الجديد هيبقى فيه تحالف بين الاسود والضباع. وبيظهر بعدها نمس وخنزير اسمهم تيمون وبومبا، وبيلاقي سيمبا وهو واقع على الارض في وسط الصحراء، فبيقرروا ان هم يساعدوه. وبعد ما بيفوق سيمبا بيلاقوه ضايع وحزين، وبيقولوا له انت لازم تنسى الماضي ويتفكر في المستقبل، وانه لازم يعيش معاهم بمبدأ الهاكونا ماتاتا. ولما بيسألهم سيمبا عن معنى الهاكونا ماتاتا
وبيقولوا له ان معناها انه ما يشيلش هم اي حاجه ولا يشغل باله باي حاجه. هو بيبدا يعيش معاهم وبعدها بيبدا يلعب ويغني معاهم وبيدوله حشرات علشان ياكلها. ولكن في الاول سيمبا بيكون قرفان من نومه، لكن بعد كده بيتعود وبقى بياكل معاهم الحشرات. وبعدها بيعيش بمبدأ العكونة مطاطا وبيعيش معاهم لحد ما بيكبر. وبعدها بنشوف حال أرض العزة اللي اتحولت لخرابة كبيرة، وبيظهر بعدها زازو اللي بيبقى سكار حبسه في قفص وعامله راديو ومخليه عنده كلب عبد بيقعد يغني ليل نهار. وبعدها سكار بيتضايق جدا، وده لأن زازو بيجيب سيرة أخوه وبتدخل عليهم الضباع وبيبقوا عايزين اكل. ولكن برضه سكار ما بيديلهمش اكل وبيطردهم. وبنرجع لسيمبا وهو قاعد مع تيمون وبومبا، وبيسأل بعدها بومبا تيمون عن النجوم اللي موجودة في السماء، وبيقول له تيمون بثقة انها دبانة وبتكون ملزوقة في السجادة اللي فوق. ولما بيسألوا سيمبا بيقول لهم الكلام اللي والده قاله له وهو النجوم العظام أو الملوك العظام، فبيتضايقوا وبيضحكوا عليه فبيسيبهم وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده هما بيتمشوا في الغابة بتظهر نالا فجأة وبتبقى عايزة تصطاد بومبا، لكن سيمبا فجأة بيدافع عنه وبيتخانق معاه، وفجأة بيعرفها إن هو سيمبا ابن مفاسا. وبتفرح نالا قوي إنه لسه عايش، وبيعرفها بعدها على تيمون وبومبا، وبتقول له إن هما في أرض العزة فاكرينه إن مات، وإن سكار قال لهم اللي حصل لكن كذب عليهم. اتعرفوا ان ارض العزة اتدمرت وانها ما بقاش فيها ولا اكل ولا شرب، وان الحيوانات بتتعذب كمان بعد ما رجع الضباع علشان يعيشوا معاهم. وبتقول له انت لازم ترجع علشان انت الملك الحقيقي لارض العزة، لكن سامبا بيرفض وبيقول لها انه مش عارف حاجة وانه مش هينفع يرجع وانه مش الملك. فبتكون زعلانة جدا وبتمشي. وبالليل بيظهر سيمبا القرد الحكيم ريفي وبيقول لسيمبا انه ابن الملك مفاسا وانه يعرف مكان والده، وبيطلب منه يمشي وراه بسرعة لحد ما بيوصلوا للحيرة الصغيرة، وبيطلب منه ريفي انه يبص فيها. ولما سيمبا بيبص في البحيرة بيشوف نفسه انه قد ايه بقى شبه باباه جدا. فبيقول له القرد ريفي ان والده حتى لو ما كانش عايش وموجود معانا فهو عايش جواك. وفجأة بيظهر مفسر في السماء على هيئة نجوم بيطلب من سيمبا الرجوع على أرض العزة وبيقول له ان هو الملك الحقيقي. وبعدها بيقول للقرد الحكيم لسيمبا ان اي وجع في حياتنا يا اما هتهرب منه يا اما هتتعلم منه. وساعتها سيمبا بيقرر يرجع لحد سكار. ولما بيرجع ارض العزة بيلاقي بقى مكان وحش وضلمه جدا وما بقاش فيه ولا زرع ولا نور ولا اي حاجه، ومبقتش فيه اي حاجه مفرحه. وفرح نانا لما بتشوفه عشان قرر يرجع يواجه سكار، وبتقرر تساعده هي وتيمون وبومبا وبيبداوا خطتهم. وبيبداوا تيمون ان هم يلغوا الضباع اللي بتبقى موجوده عند خيمه سكار، وبيظهر سيمبا وبيشوف سكار وهو بيتعامل مع والدته بطريقه وحشه جدا وبيضربها. وفجاه بيظهر سيمبا وبيطمن على امه اللي بتتفاجئ لما بتعرف ان ابنها سيمبا لسه عايش، وبيروح يطلب منه التنازل عن الحكم. لكن سكار بيرفض وبتقوم بينهم حرب كبيره، وبيطلب سيمبا من سكار التنازل عن الحكم. يرفض تاني وبيقول له انه لازم يعترف انه السبب في قتل باباه. لكن سكار بيحاول يكرر نفس اللي عمله مع مفاسيا وبيرميه من فوق المنحدر، لكنه في الاخر ما بيقدرش. وبيطلب سيمبا من سكار انه يعترف بالحقيقه قدام كل الحيوانات هو اللي قتل الملك مفاسا. وبالفعل بيعترف قدام كل الحيوانات. وفجاه بتبدا الحرب اللي بتدخل فيها كل الاسود والضباع وحتى تيمون وبومبا والقرد فيل، لحد ما بيحاول سكار انه يهرب، لكن سيمبا بيجري وراه وبيقدر ينتصر عليه. بيسيبوا للضباع اللي ساعدته في الاول انها تغدر بيه وبتنقض عليه وتاكله. وبيرجع بعدها سيمبا ملك الغابه ويتجوز نالا ويخلف شبل صغير، وبترجع الحياه مره تانية لارض العزه. فيلمنا النهارده بيبدا باحتفال ميليتا كيريا بنت ملك الغابه سيمبا، وبيظهر القرد الحكيم وهو بيقدمها للحيوانات اللي بتنحني ليها. وبنشوف كمان تيمون وبومبا اصدقاء سيمبا اللي بيكونوا فرحانين جدا بكيرا بنت سيمبا. بتظهر كيرا شقية جدا ونفسها تعرف ايه اللي موجود بأرض العزة زي بابا سيمبا وهو صغير بالظبط، لكن بابا بيحذرها وبيقول لها اوعي تخرجي بره الحدود اللي انا رسمتها عليكي لان ده هيكون في خطر عليكي. وبتقول له حاضر، لكنها ما بتكونش مقتنعة بكلامه وبتسيبه وبتمشي. وبتظهر نالا مرات سيمبا وبتقول له ان كيرا طالعة زيك بالظبط، لكن سيمبا بيبان عليه انه قلقان عليها قوي. بيطلب من تيمون وبومبا انهم يروحوا وراه علشان يخلوا بالهم منها. وبنشوف كيرا وهي بتجري وبتلعب، وفجأة بتشوف كيرا مدينة جميلة وبتبقى نفسها جدا انها تروحها وتشوف هي فيها ايه، لكنها بتبقى خارج الحدود اللي باباها محدد لها. وفجأة بتحس كيرا بحد وراها، ولما بتبص بتلاقيهم تيمون وبومبا واللي بيقعدوا يتخانقوا ويصرخوا في وش بعض. وفجأة بتقع كيرا في المية. وبتنزل وراها بومبا علشان يجيبها، لكن بيقع عليها وبيبقى هيغرقها اكتر، لكنها بتعرف تخرج من المية. وتيمون وبومبا عايزين يصالحوها، يجيبوا لها مجموعة من الحشرات عشان تاكلها. وبيقول لها تيمون ان دي تشكيلة
المتنوعة من الحشرات اللذيذة، فبتقول له كيرا إنها شكلها مقرف قوي، فبيقول لها تيمون إنها بجد لذيذة ومقرمشة وإنها لازم تدوقهم. ولما بومبا بيدوقها بتقول له إنها لزجة وطعمها وحش قوي. بيقعدوا فبتستغل كيرا انشغالهم بالخناقة وبتحاول تهرب منه، بتعدي الحدود وهي ماشية وبتقع وبتتخبط في شبل صغير زيها، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وهما بيتكلموا بيتفاجئوا إنهم وقعوا بين قبيلة من التماسيح، واللي بتبقى تماسيح كبيرة وضخمة قوي وبتبدأ تهاجمهم، ولكنهم بيقدروا يهربوا منها. وبعدها بنعرف إن الشبل الصغير ده اسمه كوفا، وبنشوف إن مامته قاعدة بتراقبه من بعيد. وفجأة بنسمع صوت عالي واللي بيبقى صوت سيمبا اللي جاي بسرعة علشان يحمي بنته من أم الشبل كوفا، واللي بنعرف إن اسمها زيرا وإنها بتبقى مرات عم سيمبا الشرير، وإن الشبل الصغير ده يبقى ابن سكار، وبيبقى باين على أم وزيرة الشر الحقد زي سكار بالظبط. وساعتها بيحذرها سيمبا من إنها تفكر تدخل أرض العزة تاني إذا كان هي أو أولادها، وبياخد كيرا وبيمشي. وبعدها بيقعد سيمبا يتكلم مع كيرا وبيقول لها إن اللي عملته ده غلط وإنه ما ينفعش يتكرر تاني، إن في خطر عليها. فتوعده كيرا إنها تنفذ كلامه. وبنرجع لكوفا اللي بيبقى عنده أخت اسمها فتينا وأخ اسمه نوكا، واللي بيكون أكبر منه لكنه ما بيبقاش نافع في أي حاجة خالص. علشان كده سكار اختار كوفا علشان يكون خليفته. بتروح زيرا لكوفا وبتقعد تفكره بإنه وريث سكار وإنه هو اللي لازم ياخد حقه ويبقى ملك غابة أرض العزة من تاني. وبتعدي السنين ويكبر كوفا بيبقى شبه باباه سكار بالظبط لكن في الشكل بس. وبتشوفوا أمه زيرا وهي بتحاول تزرع جوه الغل والحقد من عيد سيمبا. في أرض العزة بنشوف يارا بعد ما كبرت، وبيجي اليوم اللي لازم تبدأ تخرج فيه عشان تصطاد بنفسها، وبيظهر كل الأسود هما بيشجعوها لكنها بتطلب من باباها سيمبا يسيبها لوحدها، فبيوافق لكنه بيبعت وراها تيمون وبومبا علشان يخلوا بالهم منها. وبتحاول بعدها كيرا انها تصطاد لكنها ما بتعرفش. وبنشوف اخوات كوفو تاني وهما بيهربوا، بيقدروا انهم يولعوا النار في كل المناطق اللي فيها كيرا، اللي بتفضل تجري وبتكون مش عارفة تهرب لحد ما بتقدر تطلع فوق صخرة عالية لكنها بتكون تعبانة جدا ومش قادرة تكمل. وبنشوف كوفو اللي بيجي وبيشيلها على ظهره علشان ينقذها من النار اللي عملوها اخواته. وبيشوف سيمبا النور من بعيد وبيجري بسرعة وبيكون فاكر ان كوفو هو اللي عمل كده، لكنه بيعرف بعدها ان كوفو هو اللي انقذها من النار. بيطلب منه كوفو انه يرجع ارض العزة تاني يكون تحت حكمه، لكن سيمبا بيرفض وبيتنفى منها من زمان. فبيقول له كوفو انه مش المفروض يتحاسب على حاجة ملوش ذنب فيها. وبتطلب نالا مرات سيمبا منه ان يسمح لهم بالرجوع لارض العزة لانهم مديونين ليه بانقاذ حياة بنتهم. وبيوافق سيمبا لكن هو بيكونش مرتاح للموضوع وبيرجعوا ارض العزة. وهناك يارا بتشكر كوفو لانه انقذها وبيكون اخو كوفو واخته واقفين وبيراقبوهم. وتاني يوم بتطلب منه كيارا وهم بيتمشوا انهم يشوفوا تيمون وبومبا وبيقضوا وقت جميل مع بعض وهم بيلعبوا مع الطيور. وبيبقى كوفا مبسوط معاهم جدا وبينسى الهدف اللي امه ربته عليه وهو قتل سيمبا. وبيبدأ هو وكيرا يقربوا من بعض اكتر واكتر. وبنفهم ان كوفا من جواه مش حابب فكرة الانتقام لكن امه الشريرة هي اللي مصممة على كده، وبيكون الهدف ده هو قتل سيمبا. وبيبدأ سيمبا يشوفه من بعيد وبيكون محتار في أمر كوفو. بتروح له نالا مراته بتقول له يقرب من كوفو ويديله فرصة تانية. ولما بيروح سيمبا لكوفو بيقول له يدخل ينام معاهم جوه لأن بره برد عليه. وبيدخل كوفو بتكون أخته واقفة من بعيد بتراقبه. بتروح تقول لمامتها زير على اللي حصل، فبترد عليها أمها وبتقول لها إن كوفو استحالة يبيعنا وإنه أكيد بيخطط لحاجة كبيرة. يوم الصبح بيخرج سيمبا ومعاه كوفو علشان يتمشوا لأنه بيكون عايز يفهموا أكتر. وما بيتمشوا بتهجم عليهم زيرا وبقية العصابة بتاعتها وبيحاول كوفو يوقفهم لكن مش بيعرفوا. يهاجموا على سيمبا وبيقطعوا له جسمه. بيحاول نوكا اخو كوفا انه يمسك سيمبا علشان يثبت لامه انه قوي لكنه بيقع على مجموعه من الخشب وبيموت. وبيزيد غضب زيرا وبتصمم اكتر على قتل سيمبا. بيحاول كوفا ان يخلوا امه تطلعه بره الخلافات دي لكنها بترفض وبتقول له ان ده انسب وقت للهجوم على ارض العزه، وده لان سيمبا مريض وضعيف. وبنشوف سيمبا بعد ما وصل ارض العزه وهو باين عليه التعب جدا. وبنشوف كيرا وتيمون وبومبا هما بيجروا عليه وبيعالجوه. كوفا فبيقرر يروح ارض العزه وبتشوف الحيوانات وبيستغربوا هو ايه اللي رجعه تاني. بيرفض سيمبا حتى انه يسمعه. بيمشي كوفا وهو حزين وبتحاول كيرا تقنع ابوها انه يديله فرصة تانية لكن سيمبا بيرفض. وبتجري كيرا بعيد وبتجيلها فكرة انها تهرب وفعلا بتعمل كده علشان تدور على كوفا. وبعد ما بتدور عليه كتير بتلاقيه وهما الاتنين فرحانين جدا وبيقعدوا يلعبوا سوا. تقول لكيرا انهم لازم يرجعوا ارض العز علشان يوحدوا شمل اهلهم من تاني. وفي نفس الوقت بلغ زازو لسيمبا زيرا واتباعها في طريقهم علشان يهجموا على ارض العز. وفعلا بيستعدوا كلهم وبيتقابلوا عند زيرا وبتبدأ المعركة. وبنشوف كيرا وكوفو في طريقهم لارض العز ومن بعيد بيشوفوا المعركة شغالة. وفي اللحظة اللي هيتواجهوا فيها سيمبا وزيرا بيجوا كوفا كيرا وبيوقفوا ما بينهم علشان يمنعوهم يقتلوا بعض. وزعق زيرا لكوفا علشان يمشي من قدامها لكنه بيقول لها انه مش هيسمح لها تأذي سيمبا او كيرا. وفي نفس الوقت ده بتروح كيرا بتقول لبابا انه جه الوقت اللي يتوحدوا فيه ويعيشوا فعلا. وبيقتنع سيمبا وبيوافق على كلامها لكن زيرا الشريرة بترفض وبتأمر بنتها انها تهجم عليهم لكنها بتتفاجئ بان بنتها بتقول لها ان كيرا عنده حق. ضم كل اتباع زيرا هم كمان لسيمبا. بتبص زيرا وبتلاقي نفسها لوحدها وتقرر تكمل انتقامها من سيمبا وبتمسك كيرا
وبتوقع بيها من فوق الجبل، ولكن بتقدر كيارا تمسك في الصخور وما بتوقعش. اما زيرة فبتقع في النهر وبتموت، وبيرجع باقي الاسود على ارض العز وبيعيشوا كلهم سوا وبيتجمعوا تحت حكم الاسد سيمبا ملك الغابة، وبيعيش معاهم باقي الحيوانات بحب وسلام. فيلمنا النهارده بيبدأ بتيمون وبومبا وهم بيتفرجوا على فيلم الاسد الملك، وبنشوف تيمون وهو بيجري الشريط لحد ما يبتدي دورهم في الفيلم، ولكن بومبا بيقول له انه لازم يبتدي الحكاية من الاول خالص، وبيقول له ان تيمون انهم اصلا ما كانوش موجودين في اول الحكاية. فبيرد عليه بومبا وبيقولوا انهم لا، وانهم كانوا موجودين في الاول، وبيقعدوا يتخانقوا وبيتفقوا على انهم يحكوا قصتهم هم من البدايه. نشوف حصل من ورا الكواليس، وبتبدا حكايه تيمون لما بيبدا يحكي عن قبيلته من الناموس، وبنشوفهم هم بيحفروا الانفاق اللي بيعيشوا فيها وتحميهم من الضباع، وبنشوف ام تيمون وهي بتدور عليه، ونعرف ان تيمون كان افشل فرد في القبيله ودايما كان بيعمل كوارث وبيوقعهم دايما في مشاكل، لكن دايما امه بتدافع عنه قدام القبيله. وفي مره بتاخده امه على جنبه وبتقول له كفايه كل المشاكل دي، وبتعرفه ان الشهر ده سجل رقم قياسي جديد في الكوارث، وبتفضل تنصحه وتقول له انه احسن حل ليه انه يشتغل في الحراسه، وبتفضل تساعده وبتتكلم عمه ان ازاي يبقى حارس شاطر، وبتفضل تتكلم معاه وازاي يقدر يحميهم من الضباع. لكن تيمون ما بيبقاش واخد الموضوع بجد وبيفضل يرقص. لما بيشوفوا الذئاب وهو بيرقص بيجروا وراه، وبيجري تيمون بسرعه ويقول للقبيله ويهربوا منه، وبيدخلوا جوه المخابئ اللي بيبقوا عاملينها، وبيروح بعدها علشان يعتذر لافراد قبيلته عن اللي حصل، بيكونوا مش طايقينه بسبب اللي هو عمله. فبيروح بعدها تيمون يقعد تحت الشجره وهو حزين، وبتروح لمامته وبتحاول تهديه، لكنه بيقول لها انه لازم يمشي منها وانه لازم يجرب حظه في حته تانية، وبيحضن امه وبيسيبها وبيمشي. وبتفضل مامته توصيه انه يخلي باله من نفسه ويغسل سنانه ورجليه، واثناء بتواسيه بيكون زهقان ويقول لها انه خلاص ما بقاش صغير. وبيفضل تيمون ماشي لحد ما بيقابل القرد الحكيم رفيق، وبيحكي له تيمون انه نفسه يعيش في مكان جميل، فبينصحه القرد رفيق بص دايما لقدام وما تبصش لورا. بيشوف ان اللي وراه قدامه هي صخرة العز، وبيقرر يروح هناك، وبيفضل بعدها ماشي كتير وهو ماشي في طريقه وبيخبط في بومبا بيصرخوا، وبعدين بيتعرفوا على بعض، وبيقرر ساعتها تيمون انه يستغله لانه ضخم جدا وهيقدر يحميه ويوصل لارض العزة بسرعة. بيفضلوا هما الاتنين ماشيين لحد ما بيوصلوا لصخرة العزة، وبيلاقوا كل الحيوانات متجمعة علشان يحتفلوا ميلاد الشبل سيمبا ابن ملك الغابة الاسد موفاسا. وبيدخلوا تيمون وبومبا بين الحيوانات، ولما بيشوفوهم بينحنوا لابن الملك فبينحنوا زيهم لولي العهد سيمبا. وبيفضلوا بعدها تيمون وبومبا يتمشوا لحد ما بيوصلوا لمكان جميل، وبيقرروا انهم يعيشوا هناك وانه المكان ده هيبقى بيتهم فعلا. لما بيناموا ولما بيصحوا بيلاقوا ان في اصوات عاليه جدا، ولما بيخرجوا بيلاقوا مجموعه من الحيوانات الضخمه وهم عاملين حفله وقاعدين بيرقصوا، فبيقولوا تيمون وبومبا انهم مش هينفع يعيشوا في المكان ده تاني، وبيمشوا عشان يدوروا على مكان تاني لحد ما بيوصلوا لمقبره الافيال. بيشوفوا مفاسة لما كانوا بيتخانق مع مقبره الطباع علشان يحمي ابنه سيمبا، وبعدها بيتمشى شويه وبيروح مكان مليان حمام بركانيه وبيتلسعوا من السخونه. بيقولوا انهم مش مشكله، المهم انه مكان هادي. وفجاه بيلاقوا ان ده بيت الذئاب اللي بيكونوا بيعملوا تمارين الصباح. يفضلوا يكملوا مشي لحد ما بيشوفوا قطيع من الطيران بيهجموا عليهم، وبتبقى دي هي الحادثه اللي بيبقى فيها الاسد مفاسة ابو سيمبا. وبيجري تيمون وبومبا هما كمان لحد ما بيقعوا من فوق تل، وبيلاقوا نفسهم في الميه اللي بتاخدهم لمكان جميل مليان ميه وخضره، وبيفرحوا وقتها قوي لان بتبقى هي دي مواصفات بيت احلامهم اللي كانوا بيتمنوها. وبيلاقوا هناك اكل كتير من الحشرات، وبيبقى دي الوجبه المفضله بالنسبه لهم، وبيقعدوا يلعبوا ويرقصوا ويغنوا. وبعدها بنشوف مامة تيمون وهي بتدور عليه، وبتقابل بعدها القرد الحكيم ريفي، وبيقول لها انه قال لتيمون انه هيلاقي السعاده لما يشوف اللي وراه اللي قدامه. فبتقول له مام تيمون انه ما فهمش معنى الحكمه، وانه اكيد راح يدور فعلا على الحاجه اللي ورا الحاجه اللي قدامه، انه مش هيفهم ان ده تعبير مجازي. وبتقرر مامته تروح تدور عليه، وبنرجع تاني لتيمون وبومبا اللي بيشوفوه من بعيد مجموعة نسور ملمومة على حاجة، وبيقرروا يروحوا يشوفوا فيه ايه، وبيلاقوا الشبل سيمبا فبياخدوه وبيعيش معاهم، بيفضلوا يهزروا ويلعبوا معاه. وفي يوم بيحلم سيمبا بكابوس مخيف، وبيروح ينام مع تيمون وبومبا، وبيفضلوا على الحال ده كل يوم لحد ما بيكبر سيمبا، بيكونوا هما كل عيلته وبيقضوا كل وقتهم مع بعض في سعادة، لحد ما في يوم بيقابل صديق الطفولة وبيتعرفوا على بعض. وبقى وقتها تيمون وبومبا واقفين بيتفرجوا عليهم وهم متضايقين وغيرانين على صاحبهم، وبيقرروا يعملوا خطة عشان يفرقوهم عن بعض، وبيرموا عليهم سهم. ولما بيشيلوا سيمبا نهلة بتشوفه بطل وبتحبه أكتر، وبيقرروا يدخلوا في الخطة التانية وإن هم يرموا عليهم عنكبوت. وهو كمان بيقابل في طريقه عنكبوتة، وبيقرر يعمل حواليهم عش مليان قلوب. كده بتفشل خطتهم للمرة التانية، والنتيجة بتكون عكس اللي هم عاوزينه، علشان يبقى سيمبا ونالا بيرتبطوا بعض أكتر. وبعدها بيعرفوا تيمون وبومبا إن سيمبا رجع علشان يسترد المملكة من عمه سكار بعد ما قتل باباه الملك مفاسا.
مفاسة وتحالف مع الضباع وبتقول لهم ان نانا انهم لازم يروحوا علشان يساعدوه. بيقرر بومبا انه فعلا لازم يروح يساعد صاحبه سيمبا، لكن تيمون بيقول له انه مش موافق وانه هو اللي سابهم، لكن بيقول له بومبا ان الصحاب ما بيسيبوش بعض ابدا. وبيقرر بومبا يروح يساعد سيمبا لوحده، ووقتها بيحس تيمون بالوحدة والندم وبيقرر هو كمان يروح ورا بومبا بسرعة، وبيوصلوا أرض العز علشان يساعدوا سيمبا. وبيظهر تيمون وهو لابس لبس رقاصة وبيقعد يرقص الضباع عشان يلهيهم يبعدهم عن سيمبا. ولما بيجروا بيطلعوا الضباع يجروا وراهم، وفي الطريق وتيمون وبومبا ماشيين في طريقهم بيشوفوا مامة تيمون وعمه ميكس اللي بيكونوا بيدوروا عليه، وبيعرفوا تيمون على صديقه بومبا وبتاخد بالها من لبسه بتاع الرقص وبتقول له ايه ده، فما بيعرفش يقول لها اي حاجة وبيغير الموضوع. بيعملوا بعدها خطة علشان يساعدوا سيمبا، وهي انهم يلهوا الضباع ويتريقوا عليهم وبيضايقوهم علشان يجروا وراهم اكتر. وفي نفس الوقت بتبقى مامة تيمون وعمه ميكس بيحفروا انفاق علشان الارض تنشق من تحت الضباع، لكن بيكون فاضل خطوة واحدة لازم تتعمل، وهي انه ينزل تيمون بكل شجاعة ويشيل اخر عمود والارض تنشق وتبلع كل الضباع. وفي نفس الوقت ده بيكون سيمبا بيقضي على سكار وبيوقعه من فوق شجرة العز او ارض العزة عشان تنزل في نفس المكان اللي في الضباع، وبيتخلصوا منهم كلهم. وبيشكر سيمبا أصدقائه تيمون وبومبا، بيقول لهم من غيرهم ما كنتش هقدر أهزم عمي سكار. بيطلع سيمبا فوق صخرة العزة وبيحتفل بانتصاره واسترداد الحكم عم تيمون، فبياخد مامته وكل قبيلته علشان يعيشوا معاهم في نفس المكان الجميل اللي اكتشفوه هو وبومبا، وبيعيشوا كلهم فيه. وبيجي سيمبا يقعد معاهم زي زمان وبيعيشوا كلهم في سعادة. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الملخص، وأتمنى إن هو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة.